بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. صل على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، شايفين الجمال بتاع أم آية؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، وكمان زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين الجبنة عاملة ازاي يا ولاد؟ احنا طبعا النهارده هنقول المقدمة بتاعت الفيديو الأول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي حبيبي رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على رسول الله، وندعي لاخواتنا في فلسطين وسوريا والسودان ولبنان واليمن. ربنا يا رب ينصرنا نصر عزيز مقتدر ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين في شتى بقاع الارض. بصوا بقى الجبنه بتاعت ام آية، شفتوا حلويات ام آية؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا ولاد، شوفوا الحلاوه. بصوا انا هقطعها معاكم والله قشطه يا ولاد، قشطه. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي حبيبي رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلام، عليه افضل الصلاه وازكى السلام. دي مش جبنه، دي كريمه. استنى، انا لازم اقرب لكم الواقعه دي، لازم تشاهدوها من عن قرب. مش راضيه. اول حاجه صباح النور. انا لا اه خلاص ماشي، حاضر ماشي يا حبيبي. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا حد يقول على دي ان دي جبنه مفروزه، حد يقول على الزبده دي ان هي جبنه مفروزه. طبعا انا بعمل ايه؟ انا معايا ملح اهو. ده طبعا يعني الجبنه دي مطلوبه مني، بس مش صبحه تتاكل اكل كده، لا على الفطار ولا على الغدا ولا على السحور ولا على اي حاجه، لا هي مطلوبه مني شرشه. طب شرشه دي يعني ايه يا ام آية؟ يعني ان شاء الله باذن الله تتحط في المش. فعشان تتحط في المش وتبقى معاكي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، لازم تكون متغلفه بالملح. في ناس بتحطها بملح بس كده، وفي ناس بتحطها بملح وعليه شطه. انا اتعودت واتربيت في بيت ما بيحطش على الملح شطه. يعني ست الله يرحمها ويوسع لها في الجنه، هي وامي لما كانوا بييجوا يعملوا خزين السنه كانوا بيحطوها في ملح بس، زي ما انا بعمل كده بالظبط، وبتبقى زي الفل وجميله وكل حاجه تمام التمام. اهي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. مطلوب مني كميه كبيره، فربنا يوسع عليا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويوسع في ارزاقنا وارزاق المسلمين. الجبنه يا حبايب قلبي لما تيجي تعمليها شرشه، ما تعمليش الجبنه مثلا قطعه الجبنه اهي بسم الله ما شاء الله. شايفه خلاص بقى خدي من كل السيمفونيه دي معموله عشان خاطر وانت بتاخدي منه الاذن ما تطيب. لا اله الا الله. حاجه كده تستاهل، بحطها في الملح كده.
اللهم صل على النبي. الجبنه انا حطيتها غلفتها في الملح ورصيتها واحده في ريح واحده على اطباق مسطحه زي دي كده، تمام. ما ينفعش انا بقى اجي واقوم مثلا ايه عامله واحده كمان، عامله واحده كمان كده وهي لسه طريه، هي لسه طريه، هي عامله زي القشطه دلوقتي تاكلي منها ما تشبعيش كده. ما ينفعش تعملي بقى حته كده وتقومي جايه حاطه دور تاني، لا دي ما بتبقاش. بتيجي بعد ما بتتشرش بتلاقيها بقى خدت شكل الجبنه اللي تحتها، وبتلاقي قطعه الجبنه مش كده، مش سمباتيك كده وجميله زي ما انتم شايفين كده ومسويه وعلى عدله بعضها، لا بتلاقيها ايه متعرجه، معموله مايله، مش عارف شكلها مش منسق. فانا بعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. اهو انا مليت الصينيه دي خلاص، هكتفي بهذا القدر. عندي صينيه تانية اهي بحط عليها، تمام، عشان نبقى واضحين. لان انا بشوف ناس بتبقى بتشرش في الجبنه وتحط فوق بعضها دور فوق دور فوق دور فوق دور، لا ما بتبقاش حلوه دي، ما بتبقاش حلوه. انت هتشتغلي في المشروع ده يكون عندك امكانيات تشتري حاجه زي احنا بنسميها، بنقول على عده الشغل. في اطباق زي دي كده، في اطباق سيلستين، وفي اطباق بلاستيك، وفي اللي هي الاطباق بقى اللي هي اللي زي البولات كده، بس بتبقى واسعه شويه. كل الحاجات دي تقدري تعملي فيها. المهم ان انت في النهايه يكون المنتج بتاعك اللي انت بتطلعيه شكله كده يعني بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انت تشرحي ولا تقولي عملت فيه ايه، هو بيتكلم عن نفسه. عارفين اللي هتاخد مني الحاجه دي اللهم بارك لها يعني يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بتقولي انت حتى لو هتبقي غاليه عن السوق 10 جنيه مش مشكله، مقابل نظافتك، وان الحاجه باخدها منك ببقى وانا عيني مغمضه كده، بعمل منها سواء زبده سواء قشطه سواء جبنه، بعمل منها كده وانا عيني مغمضه، ما بدورش وراكي في نظافه، لان انا عارفه انا بتعامل مع مين. وحتى لو غاليه عارفين يعني لو ببيع غالي مقابل النظافه ومقابل ان انا مدياها الحاجه ما فيش فيها، ما يتقالش في حقها تلت التلاته كده. صليتوا بينا على النبي يا اولاد عليه افضل الصلاه والسلام. على فكرة هي متابعاني وبتشوف فيديوهاتي، يعني لو انا بقول مثلا كلمة كده ولا كده هتطلع وهتقول ايه لا انا ما حصلش مني كده. اهو الحاجة قدامكم اهيت وعلنا، انا ما بعملش حاجة في المستخبي كله على عينك يا تاجر. اهو اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قصة الحصيرة بتاعتنا نشيلها كده، طبعا دي هتروح في الغسيل دي كده، هتروح في الغسيل. وادي الملح بتاعنا نضيف وبيشطف اهو، وادي كميه الجبنه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وادي بقتها كده. بعد كده بعد ما بتتشرب بتحسها جامده كده، بتقومي واخداها بقى بالطبق بلاستيك كبير وترصي الجبنه دي على فريح بعد لو خلاص مليتيها زي دي كده، تحطي فوقيها طبقه اكياس، الاكياس بتاعت التلاجة ونفتحها كده على وشها ونحط طبقه تانيه، بس بتكون جمدت وخدت الشكل الاسطواني بتاعها الجميل. انما وهي طريه تحطها في الملح وترصها فوق بعضها لا ما بتبقاش حلوه. تعملي الحاجه باتقان. يحب اذا عمل ان الله يحب اذا عمل ان يكون منكم لله يد الفراق. انا بقى من هنا هاخدها بقى واقوم ايه ادخلها في الاوضه في مكان نظيف، مكان ما فيش حد بيدخله، مكان امن عليها يعني، تمام. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونكمل الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا يا ولاد. صباح السعادة وصباح الرزق وصباح الهنا وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة على عيونكم حبيباتي. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر خواطركم جبرا يتعجب له أهل السماء والأرض، اللهم آمين يا رب العالمين. ايه رأيكم بقى في حلويات أم آية دي؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما قلت لكم كده احنا لازم لما نكون بنعمل حاجة لازم نتقنها. طب انت دلوقتي يا أم آية بتعملي ايه ده؟ هقول لكم يا ولاد، انا دلوقتي المكان عندي في ريح الحوض الطرمبه، الحوض اللي انا بسقي فيه الجاموس انتوا عارفينه.
ما هواش يعني ايه، ما هواش المكان هناك مش عدل. بتيجي الجاموسه تشرب بحس ان هي هتتزحلق في ريح الحوض عالي، ومن قدامه شويه بيبقى واطي. المكان اللي انا بردمه ده واطي، فبتيجي تقف تشرب بتتزحلق هناك كده. وكمان بيبقى المكان ممنيه الميه يعني ايه، وربنا يسترها علينا وعليكم. فانا بخاف بصراحه يجرى لها لا قدر الله اي حاجه. فقلت لا، طب وانا ليه؟ ابو ايه كان جايب شويه ردم زي ما انتم شايفين كده من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من الغيط، علشان خاطر نردم بيه تحت العجله. فانا قلت هدخل منه شويه كده زي ما انتم شايفين، وقعدت ادخل شويه حلوين محترمين. يعني اصل انا هتكل على ابو ايه، هيفضل يقول لي وانت انت مستنيه انا اجي من الشغل عشان اعمل، انا تعبان طول النهار. بصوا احنا كلنا تعبانين زي ما قلت لكم قبل كده كتير، كلنا بنبقى تعبانين، فلازم نساعد بعض. يعني ما نرميش الحمل على طرف واحد. لان انا بلاحظ كتير ان في ناس مثلا يعني فاهمين ان هم عشان هم بيخرجوا بره وبيشتغلوا بره، يعني عموما يعني، ومعذرة ليا وسامحوني اخواتي اللي هم ايه، معشر الرجال ما شاء الله. فان هم كده اللي عليهم ايه الجانب الاكبر، او اللي هم يعني شايلين الحمل التقيل قوي، واحنا يعني مرفهين عنهم شويه. بس قسما بالله هم لو قعدوا في البيت يوم هيعرفوا ان الله حق. لان هم دلوقتي مسؤولين بحاجه واحده، هم عليهم بس ان هم بيشتغلوا بره. الله يعينهم ويقويهم ويرزقهم، ما قلناش حاجه، بس برضك يبقى فيه شويه احساس بالاخر. شويه احساس بالاخر. انت مش عشان انا قاعده في البيت مثلا وانت بتروح الشغل ان انا يعني ايه مرفهه بقى، وقاعده حاطه رجل على رجل. الشغل كده بينقضي مجرد ما بعمل كده بصوابعي بيكون الشغل انتهى. لا، احنا بنتعب وبنكافح وبنجاهد. هتقولي لي ياه بتجاهدي؟ ده كلمه صعبه قوي. ايه ده الجهاد في سبيل الله؟ الناس اللي بتروح تحارب، الناس اللي بتروح على ايام الرسول والصحابه عليه افضل الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم، غزوات وحاجات بقى، يعني الموضوع كبير. لا، انا عايزه اقول لكم ان العمل اللي احنا بنعمله، سواء احنا يعني البشر عموما، يعني كل ده ما هو جهاد، ما هو العمل عباده. العمل عباده. وانت بتجاهدي نفسك. كفايه انك انت بس بتبقي قاعده كده وتقولي ايه بينك وبين نفسك، انا مش ملزمه. عارفين الترند بتاعنا، مش ملزمه ان انا اعمل الشغل ده كله. لا، الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يعني المفروض ان اجوازنا يجيبوا لنا ايه، يعني حد يساعدنا في الشغل. بس احنا يعني بنجاهد نفسنا، والغرور اللي بيبقى فينا، انتوا عارفين الست والتكبر هو مش تكبر، هو يعني ايه، هو عزة نفس وكرامة بزيادة. انك انت تجاهدي الحاجات دي كلها وتجاهدي نفسك في الموضوع، وتقومي وتعملي وتقولي لا عشان خاطر ولادي، لا عشان ما هو جوزي بيجي تعبان من الشغل كده اساعده. يعني ما يجي يلاقي البيت نظيف وشغل الشغل بتاعه مقضي، وكل الحاجات اللي في البيت تمام التمام والامن مستتب، يعني ايه يبقى نفسيته راضيه نوعا ما، ولو ان ده ما بيحصلش كتير. بس ما علينا، الواحد بس بيعمل اللي عليه. كونك تجاهدي نفسك في الموضوع ده يعني دي حاجة كبيرة عند ربنا. وانا عن نفسي انا واحدة من الستات اهوت، واعوذ بالله من كلمة انا، يعني احب ان انا اخد اعمل الحاجة واستنى جزائي من رب العالمين. ما بستناش انا ان حد يقول لي كلمة حلوة، ما بستناش ان حد يقول لنا بنت شاطرة. لا، ده لا اله الا الله، ما ينفعش نقول والنبي انت ست شاطرة، انت ست مش عارف ايه. انا شاطرة لنفسي ومش شاطرة لنفسي. يعني انا لو خايبة ومهملة في بيتي وكده فلنفسي، ولو شاطرة وبسم الله ما شاء الله وشايفة شغل كل حاجة بعملها برضك لنفسي. بس احنا بنقول الكلمة الحلوة بتشجع، بتفتح النفس على الشغل وكده. فما تخنقوناش بقى، ماشي؟ الاجواز بتوعنا ما تخنقوناش، عشان احنا ما يفيض بنا مش هتعرفوا الموضوع هيرسى على ايه يعني. تمام؟ بس حبيت اذكر بس الناس كده ايه، الكلام رايح جاي بينا وبينهم كده. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، ويبارك لكم في ازواجكم واولادكم وبيوتكم. اللهم امين يا رب العالمين. يطرح فيها الخير والبركه والسكينه. اللهم امين يا رب. ما تجيش تدوري وتقولي انا عايزه اعمل كذا، انا ما تبقيش انت يعني هو مصدر طاقتك الوحيد. لا، خلي فيه علشان خاطر ولادي، علشان خاطر زوجي كده.
فخلي في موده ورحمه في البيت كده والموضوع يبقى ماشي تمام. اوكي انا عارفه ان في ناس كتير هتتنمر عليا، بس مش مشكله. قسما بالله انا بقول اللي بيطلع، اللي بيجي في بالي وبما يرضي الله، وزي ما ترسي زي ما ترسي دق لها. هنا بقى يا ولاد انا عملت ايه؟ اللهم صل على النبي. بعد ما خلصت بقى ان انا ظبطت المكان كده وروقت عليه وحطيت فيه الردم وظبطته، قلت بقى ايه اخش. لا كنت بعمل لايف في الوقت ده. انا على فكره في اليوم دوت انا صايمه، يعني دوت كان يوم الاسراء والمعراج الموافق 27 رجب، فكنت صايمه. وقلت بقى ايه، بعد عملت مع اخواتي لايف وقلت لهم بقى بستأذنكم عشان انا ورايا شويه اشغال كده لازم اعملها. الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قولوا ربنا يبارك لك فيهم يا ام ايه ويعدي الدوره دي على خير، اللهم امين يا رب العالمين. كانوا عايزين يتنضف تحتهم، فانا زي ما انتم شايفين كده بقى بوسع المكان من خلال الفرشه اللي انا عاملاها دي، بحيث ان انا عامله فيها ربطه زي ما انتم شايفين كده، بدوق وبوسع فيها زي ما انا عايزه. وبقى بشيل السبله اللي تحتهم ديت علشان خاطر الريحه بتاعتها، يعني لما بتزيد عن اللزوم بتتعب الفراخ. دي اللي احنا بنقول عليها الامونيا، لما بتطلع وبتبقى تحتهم الريحه مش حلوه بتتعبهم. فانتي لازم تنضفي تحتهم اول باول. هتقولي لي طب هو يعني المزارع كل شويه كل يومين ولا كل اسبوع بيشيلوا السبله اللي تحت الفراخ؟ بص، شغل المزارع حاجه وشغلك انت في بيتك حاجه تانية. المزارع بيبقى لهم تقنيات، بيبقى لهم ادوات، بيبقى لهم خامات او حاجات اللي هو ايه اللي بيستعملوها، لان ده مشروع كبير. انما انت بتربي تربيه في بيتي كده على قدك لبيتك ولولادك، يعني مثلا 20 فرخ، يوم ما تتمعظمي قوي تبقي جايبه 50 فرخ وتقولي ده انا بقى عامله مشروع. فلازما نهتم بيه. انت مش عندك الامكانيات اللي عند بتوع المزارع، فتهتمي بحاجتك عشان ربنا يرضيكي. وما تقوليش يعني انت بتعملي بايدك وترجعي تاكلي بيها. يا حبيبه قلبي انا ببقى ضامنه نظافه ايدي، وانا باكل وبحط ببقي، باكل وبحط ببقي ولادي. فانا مش باجي احط ببق حضرتك، لان انا قبل كده في الفيديوهات اللي زي دي تعرضت للتنمر شديد. فاحنا ايدينا شقيانه، والايد الشقيانه كسبانه. هذه يد يحبها الله ورسوله على رأي ريان. فاللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما بيحللناش الشغل غير بايدينا، ولا بنلبس جلافزات ولا احنا بتوع جلافزات. فاحنا شغالين كده بما يرضي الله. وفي النظافه بقى قلت لكم قبل كده 100 مره ما تدوروش ورايا. سمام يا ولاد سمام. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. من اسعد لحظات حياتي بقى لما اخلص افرش الفرشه للفراخ. طبعا انا رشيت لهم تحتها جير وغيرت الفرشه تماما ووسعت المكان شويه علشان خاطر ياخدوا راحتهم ويجروا ويلعبوا. كل ما الفرخ الابيض ده بالذات اتحرك وراح وجه وبيجري وبيلعب وبيتنطط، اعرفي ان هو ايه كده بسم الله ما شاء الله بالتحويل بتاعه، نسبه التحويل بتزيد. هشنا ايش الهي ما تكسبي. عماله ترمي التبن بتاع اللي قدام العجله في الطواله بتنكشه على الارض. هجيلك لا اله الا الله. المهم يا ولاد، من اسعد لحظات حياتي بقى لما بكون نظفت لهم المكان كده وبحس ان هم يعني في راحه تامه كده. بسم الله ما شاء الله. على ما طلعت بقى لقيت اولادي حبايبي فلذات اجبادي ربنا ما يحرمنيش منهم ابدا. انا كنت طبعا ذبحت فرخه ونضفتها وطلعتها حطيتها لهم تستوي، قلت لهم كملوا انتوا بقى الاكل. بسم الله ما شاء الله دي النتيجه تمام. بسم الله ما شاء الله شايفين لما حطيت لهم الميه عطشتهم شويه وحطيت لهم ايه عسل في الميه. العسل في الميه كويس للفراخ. حبايبي الفيديو لحد كده يكون خلص. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله.